بيبتدي الفيلم بتاعنا مع شخص اسمه جاري وهو بيدي محاضرة عن علم النفس، وبعدين بنعرف ان هو قبل الظهر بيكون استاذ جامعي، وبعد الظهر بيكون بيتعاون مع الشرطة علشان يقبضوا على الناس الاشرار، وده لانه خبير في اجهزة التصنت. وبعد كده بيروح جاري للفريق بتاعه علشان ينفذوا المهمة الجاية، وقالوا له هتكون انت المهمة الجاية. قال لهم انتوا بتقولوا يا جماعة؟ قالوا له ان المدير وقف شغل مع كاسبر ومحتاجينك ان انت تقوم بدور القاتل المأجور، وده اللي بيكون مزيف طبعا علشان توقع الضحيه. قال لهم قاتل مين؟ قال لهم يا جماعه انا بخاف من خيالي. قالوا له يا عم انت بس هتمثل قدام الضحيه انك سفاح مش اكتر من كده. فبيتجبر جاري ان هو لازم يقبل المهمه دي، وده لان مفيش بديل تاني غيره. وبعد كده بيروح لكاسبر وبياخد منه كام نصيحه عن اللي هيعمله بالظبط، وبعد كده بيمشي وبيبتدي يروح للشخص المطلوب وبيقول له خير يا برنس، عاوز تقتل مين؟ قال له الاول مش هعرف انت مين. قال له انا القاتل المأجور اللي انت طلبتني في التليفون. قال له طب وانا اعرف منين ان انت قاتل؟ قال له احب اخلص عليك دلوقتي، ما تنجز يا عم واحكي لي مين الراجل اللي انت عاوز تنفذ فيه الموضوع. فابتدى ان هو يطمن ويحس ان هو فعلا جد، وابتدى يقول له على كل حاجه، وكمان دفع له العربون بتاع العمليه. وبعد كده بياخد جاري الدليل واللي هو عاوزه مسجل صوت وصوره، ده غير الفلوس اصلا اللي هو اخدها. وبيخرج من المطعم، وفي الوقت ده بتخش الشرطه وبتقبض على المتهم. وبعد كده بنعرف من جاري ان مفيش حاجه اصلا اسمها قاتل مأجور، والافلام يعني هي اللي بتكبر الموضوع، وده خلى الناس ان هي تصدق ان الموضوع ده موجود فعلا. ولكن الشرطه استغلت الموضوع ده بعد نجاحه، وابتدوا ان هم يعينوا واحد كقاتل مأجور علشان يقابل الاشخاص اللي ناويين يعملوا كده ويقبضوا عليهم، وده بيكون من خلال اتهام في شروع في قتل، وبكده يكونوا بيقدروا ان هم ينقذوا واحد قبل ما يتوفى، وكمان ما يبداوش يدوروا على القاتل ويتعبوا نفسيهم. وفعلا جاري بيثبت كفاءة عالية جدا، وبيكون في كل عملية جديدة بيدخلها بيحاول يغير من شكله كل شوية علشان الضحايا ما يعرفوش. وبعد كده بيروح لطليقته وبيقعدوا يتكلموا شوية، وبتقوله ان هي شغالة على دراسة عاوزة تثبت من خلالها ان الانسان قادر ان هو يتغير مع الظروف اللي هو فيها، وان هو يتأقلم في اي جديد ممكن يحصل في حياته ويتعود عليه. ولكن بيقول لها لو انت مفكراني كده هصدقك ان انت اتغيرتي وبقيتي تفكري لقدام وهنرجعوا لبعضينا، فالموضوع ده مش هيحصل. قالت له نرجع تاني لبعض ايه يا ابني؟ انا قصدي ان الانسان عموما ممكن طبيعته تتغير للأسوأ او للأحسن من خلال الظروف اللي هو ممكن يتأقلم فيها. ولكن مش بيهتم بكلامها، وبعد كده بيسيبها وبيمشي، وبيروح جاري للقسم وبيتفاجئ بالرئيس ان هو مبهور جدا بأدائه لدرجة ان هو رفض جاسبر من الشغل معاهم اصلا. فتعصب جاسبر جدا، وساعتها الرئيس بيتعصب عليه وبيطرده بره المكتب. وبالليل بتيجي عملية جديدة لجاري، فبيبتدي ان هو يدور ورا الشخصية، وبيكتشف صاحبنا ان هي بنت جميلة جدا وكانت حياتها كلها فل لحد ما اتجوزت. فجوزها بقى عازلها عن كل العالم وقدمت فيه بلاغات كتير، ولكن الشرطة ما اهتمتش بالموضوع. وفي تاني يوم الصبح قابلها جاري على انه روني القاتل المأجور، فبتأكد له ماديسون على كل المعلومات اللي عنده وان حياتها سيئة جدا. وبيتأثر جاري بحكايتها، فبينصحها انها تاخد الفلوس وتهرب، ومن رأيه ان هي ترفع على جوزها قضية طلاق واكيد هتكسبها. فاصحابه في التليفون بيستغربوا جدا وبيقولوا له ايه يا معلم، هو انت رجعت لعلم النفس تاني؟ احنا بنوقع المجرمين هنا مش بننصحهم. ولكن هو مش بيكون بيهتم بكلامهم وبيقفل معاهم، ولكن الخط بيكون لسه شغال ما قفلش. فبيسمع الكلام وهو في الطريق، واصحابه بيقولوا ان شخصية روني اللي هو عاملها جاري دي جامدة قوي بصراحة، يعني يا ريته كان سفاح لانه بجد الواد برنس. تاني يوم في المحكمة بيتفاجئ ان الكل بيهاجمه لانه وقع ضحية هم اصلا كانوا تعبانين في حياتهم، فزود حياتهم تعب، في حين ان كان من الممكن ينصحهم. والضحايا فجأة بقوا متسامحين جدا وحياتهم في منتهى الورد، وهو يا عيني اللي طلع وحش في الاخر. بعد فترة بيتفاجئ جاري ان ماديسون بعتت له دعوة لايفنت كلاب، فبيروح وبيحضر بشخصية روني الجامدة جدا. وهناك بتحكي له ماديسون انها سمعت كلامه وراحت عاشت في بيت اهلها القديم، ورفعت قضية طلاق ضد راين جوزها وكسبتها. وبعدين بتعترف له انها معجبة بيه، وهو كمان كان بيبادلها نفس الشعور. وبتكون الدنيا ماشية جميلة جدا لحد ما بيتفاجئ جاري ان ماديسون معاها مسدس سايباه معاها علشان تدافع عن نفسها لو راين حاول يقرب منها. فخدها جاري علشان يدربها على المسدس. وبعد كده بيروحوا هما الاتنين علشان يسهروا، وهم خلصوا السهرة بتاعتهم ومروحين على البيت بيقابلهم راين جوز ماديسون وبيسأله انت مين؟ قال له انا جوزها. قال له وانا حبيبها. وبعد كده جاري بيطلع له المسدس وبيبدأ يهدده لحد ما راين بيبدأ ان هو يجري. وبعد كده بيشوفهم جاسبر وبيروح يسلم عليهم وبيتعرف
على ماديسون بمجرد ما يشوفها، لكن ما بيديش اي رد فعل قدامها. تاني يوم بقى بيعرف جاري من فريقه ان اللي عليه العين النهارده ما يعرفوش عنه اي معلومات، وهو بس طالب قاتل مأجور واللي هيقتل له زوجته. وبيروح جاري للمكان اللقاء وبيتفاجئ بوجود راين، فبيقعد وراه وبيتكلموا من ظهرهم علشان محدش يعرف هوية التاني. وبيقول له اؤمر يا باشا، عاوزني في ايه؟ بيقول له عاوزك تقتل مراتي والشاب اللي ماشي مع مراتي. قال له طب ما هو ماله الشاب اللي ماشي مع مراتك؟ وبيبتدوا هما الاتنين يبصوا في وش بعض، وساعتها بيعرف راين ان هو القاتل المأجور، وبيستغرب الفريق هو ليه هرب قبل ما ياخدوا منه اي معلومات. وبعد كده بيروح جاري لماديسون ويحكي لها اللي حصل، وبيطمنها ان هو مش هيقتلها ولانه بيحبها، ولكن هو ما يضمنش رد فعل راين هيبقى ايه. تاني يوم بيعرف جاري من رئيسه ان هما لقوا جثة راين في الشارع، وكانوا شاكين ان اللي قتله في خناقة مع تاجر مخدرات، ولكن في نفس الوقت بيعرفوا ان هو طريق ماديسون اللي هو كان عامل فيها مصلح اجتماعي معاها، ونصحها ما تقتلهوش. ولان الاهم من كده بقى ان حبيب ماديسون واللي محدش في الفريق كله ولا الرئيس عارف هويته لحد دلوقتي رفع مسدس في وشه قبل كده. وفوق ده كله بقى كان راين عامل تأمين على حياته بقيمة $1,000,000 هتقبضهم ماديسون لما هو يموت، وبيخلي كل الشكوك تروح لماديسون او حبيبها المجهول اللي هم مش عارفينه، واللي هو في نفس الوقت بيكون جاري، ولكن محدش فيهم بيكون عارف بس غير انا وانت طبعا يا صاحبي. وبعد كده بيروح جاري لماديسون، وكلمة على كلمة من هنا ابتدت تعترف ان هي اللي عملت كده، وانها خافت لو هو يقتلها فهي اللي ابتدت، وقالت له ما كانش في قدامي غير الحل ده ان انا اعمله. فقال لها ليه قتلت الراجل؟ قالت له مالك يا معلم، هو انت زعلان ليه كده؟ هو انت مدرس باليه؟ قالت له ما انت قاتل برضه. قال لها يا بنت الحلال انا ولا قاتل ولا نيله، انا بس متجند من الشرطه علشان اوقع الناس اللي هم بيحاولوا يقتلوا او يأجروا قتله مأجورين، وان انا اصلا في الحقيقه ما اعرفش اموت فرخ. في نفس الوقت بيجي اتصال من فريق جاري، فبيروح ليهم وبيتفاجئ بكاسبر عمال يضغط عليه لانه هو كان شايفه معاها قبل كده، وبيبدأ يتكلم معاه كتهديد، وبيقول له يعني انت اكيد عارف اي حاجه عن الموضوع. فبيقول له جاري ان هو قابل ماديسون في الشارع قبل كده بالصدفه، وقعدوا مع بعض وهي شكرته على نصيحته ليها وان حياتها بقت احسن بسببه. بيقول له ان الصدفه ان هو ده نفس اليوم اللي انت قابلتني فيه معاها، وبكده قدر يخلع من التهديدات اللي كان بيتهمها بيه كاسبر. ولكن كاسبر بيكون ليه حل تاني، بيقول له ايه رايك لو تروح وتقابلها ويسحب منها الاعترافات كده بطريقه سلسه؟ ايه رايك في الفكره دي؟ فبيوافق على الاقتراح ده طبعا، وبيركب كاسبر معاه علشان يضمن ان هو ما يكلمهاش وهم ماشيين في الطريق، ويفهمها على اللي هم ناويين يعملوه. وبيركبوا ليه جهاز التصنت، فبيكتب جاري على الموبايل بتاعه كل حاجه بتحصل، وده بيكون قدام ماديسون ويوريها الصوره بمجرد ما بيدخل. وبكده بتفهم ماديسون كل اللي بيحصل، وبتبتدي ان هي تتكلم مع جاري وتسمعهم ان هي اصلا ملهاش اي علاقه بموت راين، وبتقول له ان الشخص اصلا اللي رفع المسدس على راين ده قبل كده هي قابلته بالصدفه ودافع عنها، وهي اصلا ما تعرفش هويته. فبيحاول جاري ان هو يضغط عليها كده وكده وبيكون بالكلام، وهي بتبتدي تشد معاه، فبيصدق الفريق فعلا ان هي ملهاش اي علاقه بالموضوع، وبيقدر يثبت جاري براءتها، وبتتقفل القضيه على انها قتل بسبب المخدرات. بالليل بيروح جاري لبيت ماديسون، وفجاه بيقابل كاسبر هناك وبيقول له مفاجاه مش كده، بص يا صاحبي انا هعمل معاك ديل، انا ما كنتش ناوي اتكلم ولكن دلوقتي انا معايا دليل اتكلم بيه. بص انا عاوز $1,000,000 واقفل بقي، يا اما اخدهم يا اما اروح هناك، لو ما خدتش $1,000,000 هفتح بقي. وبيبدا يتكلم بغل ان هم استبعدوه من الشغلانه بسببه، وان هو دلوقتي ملهوش مستقبل، والصدفه يا صاحبي ما بتجيش غير مره واحده. ولكن هم بيقولوا له ده انت في احلامك، انت مش عارف ايه اللي هيحصل فيك كمان شويه. بنلاحظ ان كاسبر ابتدى ان هو يدوخ، وابتدى ان هو كلامه يتقل، وبعد كده بيقع على الارض، وبيكون جاري مش فاهم ايه اللي بيحصل. فبيسالها انت عملت فيه ايه؟ فبتقول له ان هي حطت له جرعه قويه جدا من المخدر في المشروب بتاعه، ولو مات يبقى خير وبركه، لو عاش يبقى هنتسوح كلنا. فلكن جاري بيكون عنده راي تاني، وبيقول لها ان احنا مش هنخلوه يقوم اصلا. وهنا بيفتكر كلام مراته لما قالت له ان البني ادم لو ظروفه متغيره واتحط في ظروف مختلفه عنه لفتره طويله فبيقدر يتاقلم عليها. وهنا بيتحول جاري ان هو يكون قاتل، وفعلا بيلبس كاسبر كيسه على دماغه علشان يموت مخنوق، وهيركبوا العربيه بتاعته وهيبعدوا بعيد. وهنا الشرطه هتتوقع ان هو مات منتحر
لانه كان فاشل في شغله وبيقدر يقفل القضيه بان هي قضيه انتحار زي ما هو كان متوقع. وبعد كده بننتقل وبنشوف جاري وهو بيتكلم في محاضره ليه ان الكون نفسه مش ثابت، فازاي يعني احنا هنكون ثابتين؟ محدش عارف بكره في ايه او احنا هيكون وضعنا ايه. وبعد كده يا صديقي بنشوف قفله الفيلم اللي ما بتكونش كويسه جدا، لان بيكون جاري اتجوز ماديسون ومخلف منها بنت، وبنته بتساله يا بابا هو انت اتعرفت على ماما ازاي؟ قال لها لا مفيش، انا كنت ناوي اجيب الديب من ديله ولكن ما نفعش، وساعتها شفت مامتك واتعرفت عليها. وبعد كده بيعترفوا هما الاتنين لحبهم لبعض وان هما ازاي مخلصين لبعض في حياتهم، وان هو مش عاوز يكمل حياته غير معاها. وكلام رومانسي كده كتير يا صاحبي مكلكع، وانا عارفك مجروح وما بتحبش الكلام ده فمش قادر اتقل عليك. وبيخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك الفيلم ده يا صاحبي ادعمني بلايك واشترك معايا في القناه وفعل زر التنبيهات علشان توصلك كل الحلقات اللي جايه.